شوية بامية بقى يا بنات زي العسل، يستاهلوا بقكم. اي نعم هي كبيرة بس بصوا طرية خالص، وبامية ناعمة مش بتشوك، عاملة زي اللوبيا. فانا دلوقتي بقمعها. انا بصوا هي الكبيرة دي مش بتتقمع، بنقطع الحتة اللي فوق ديت ونخرطها كده. هي في بنية بتتخوط يما؟ اه في بنية بتتخوط. اه بنية كبيرة بقى. اه دي بسم الله ما انا شاء جايبه الله الكيلو، كبيرة. هي كانت الست بتقول لي ب30، فانا طبعا جايبه منها حاجات كتير، جايبه بتنجان وفلفل وخضره وباميه. فقلت لها 20، قالت لي خدي. فطبخه اتكلفت 20 جنيه. انا طبعا عندي الحمد لله يعني الطماطم. يا ست خليكي هتشتري طماطم هتشتريها كمان ب20 جنيه، يعني طبخه اتكلفت معاكي كام؟ 40 جنيه 50 جنيه. يا بلاش والله العظيم. مش احسن ما تجيبي طبخه ب200 جنيه ولا ازيد؟ او يوم كده على يوم كده. لازما الايام بتشيل بعضها. يوم بتصرفي فيه 200 جنيه 150 جنيه، يوم بتصرفي فيه 20 جنيه 40 جنيه 50 جنيه، يوم ما تتنططي. هي الايام كده، من ده عليه. الفلوس عاملة زي الورق اللي بيتلعب بيه. الفلوس بتطير، الفلوس زي السبرتو. فانا دلوقتي بقمعها، وهقوم اللي انا اسلقها هديها غلوه واحده كده على النار. هديها غلوه كده على النار و... وعلى فكره انا بعملها بالليل، يعني انا هبيتها في التغذيه بتاعتها. حلاوتها بقى لما تبات، هي من اطعم الاكلات اللي لما تبات بتحلو اكتر. بالذات بقى باللحمة، هو بتعملها لنا تحفة أوي. لا انا مش عامله لحمه، انا عامله قرديح. هنضحك على بعض؟ لا باميه قرديح يا جماعه، بحته سمنه بمكعب مرق الدجاج. بس وكان الله فاكرة. بالسر العليم بقرنش تيك. لا ماما لما تيجي بتعملها بلحمة، لما تيجي هي مش هتعمل. هي حلوه في كل الاحوال. بتكون تحفة. أما من غير لحمة والله بتكون أتحف منها بكتير، بتحس إن انت بتاكلي لحمة فيها. انا عيالي بيحبوها، يعني بحمد ربنا اللي فيه حاجه بيحبوها ومتفقين عليه. لحسن العيال بقت معظم الاكل اصلا مش بتحبه، ولا عاد في حاجه عاجباها. ويا جماعة بحبش المسقعة فانا حتى لو بلحمة. بقمعها اهو، وهطبخها على بيات عشان تبات في التقليه بتاعتها. وبكره باذن الله اما اجي من الشغل هقوم رايحه مسخناها، وقاليه بتنجان عامله له دقه كده ومحدقاه. ولو لقيت خضار في سكتي اجيب خضار كده واغسله جنب الاكل، واحلى لقمه واطعم لقمه باذن الله. وقفي بقى يا سلمى يا بنتي يا سلمى على ما ادخل جوه اعمل. انا هنا بسم الله ما شاء الله اديت للباميه غلوه واحده علشان خاطر تستوي في التسبيكه بتاعتها. تمام. فانا دلوقتي هصفيه. هنا بقى هولع النار علشان احمر البصل. طبعا نحط نقطه زيت كده، منكترش. بتدي للباميه لمعه كده حلو، بتدي للتقليه بتاع الباميه لمعان كده. والاساس الاساسي السمنه. فين السمنه؟ انا عاوزه اقول لكم اللي انا بكون بره وانا في الدكان بفتكر مثلا انا ما عنديش سمنه، تقوم صاحبه الدكان مديهاني في كيس. حلوه والله بتنفع. حط بقى معلقه سمنه كبيره، الباميه بتحب الدهان. ماشي. ويا سلام بقى لو حته ليا ضاني، يا سلام يا سلام. هعمل لكم شويه باميه من بتوع زمان، من بتوع وامك كده، الله يرحمها. قول لهم عايشه يا ولاد، ربنا يبارك في صحتها ويخليها لي. نصفي الباميه بقى عشان ما تتهراش في الميه، ونسيب السمنه تقل.
انا هنا بقى مخرطه البصل معايا اهو، والسمنه تعتبر ساحت وقدحت اهي. نحط السمنه، لا نحط البصل على السمنه ركزوا معايا. وهنا الثوم بتاعي اهو، شايفين الثوم؟ ندق نقلب كده عشان ايه تبقى البصله واخده لون واحد. بعملها على بيات علشان ايه تاخد من التغذيه بتاعتها كده وتبقى حلوه. ايد هنا وايد هنا عشان البصله ما تتحرقش. وطبعا انا ضاربه الطماطم بتاعتي في الخلاط، مديها علقه سخنه في الخلاط وصفيتها وجهزتها. هو انت لسه صاحيه يا ساره؟ بتعملي ايه؟ طب خلي بالك بقى عشان فاتحه الكاميرا، ما تجيش الناحيه دي. عشان بتعملي ايه؟ بعمل بقى الوقت. بعملها علشان تبات في التغذيه بتاعتها، ولما اجي من الشغل كده ايه ناكلها. وهي معموله. ايه؟ وهي معموله؟ يا دوبك بقى هعمل شويه التحابيش بتاعي بقى، هقلب ماما بتنجان، انت تعمليها هقلب فلفل، ماما لو ماما خضار مثلا يا جرجير مامي. ولا حاجه. اما كنت بتكلم هو انت تعمليها دلوقتي؟ كل هتعمليها؟ اما كنت بتكلم استنى. مش لما تعمليها اللي اعمليها حبه بقى. انا بعملها اهو، وهاجي يا دوبك بكره من الشغل اعمل شويه التحابيش جنبها ان شاء الله. بصوا يا حبايبي، البصله نقلبها كده اول باول كده علشان ايه ما تتحرقش، يبقى هي كلها لون واحد كده. شايفين؟ قبل بقى ما تتحمر، يعني قبل ما تاخد اللون قوي، يعني نحط ايه الثوم بتاعنا اهو. وعلى فكره الباميه بتحب الثوم الكتير، لان ايه احنا بنحط الثوم متاخر ليه؟ لان الثوم ما بياخدش تحمير كتير، بيتلهف بسرعه. مجهزه بقى الطماطم بتاعتي، واول ما الثوم ياخد اللون بتاعه يصفر، ما تحمريش الثوم عشان ما يمررش، ما تحمريش الثوم علشان ما يمررش. سواء بقى يعني لو واحده اللي شايفاني او واحد اللي شايفني، لان مثلا في ناس في غربه بيبقى مثلا بيطبخوا هما لنفسهم، الناس اللي مسافره وكده. فزي ما قلت لكم البصلايه تكون يا دوبك صفرة، اول ما تصفر، اول ما تبدا تدي لون الصفار تحط الثوم، على ما الثوم يحمر تكون برضه البصله ايه خدت لونها الحلو. ونقلب ده في ده، وما تتكش عليهم قوي علشان البصله الثومه ما تحمرش قوي وما تمررش كده. بصوا اللون بتاعها ما شاء الله بقى ذهبي. دلوقتي بقى نطش الطماطم بتاعنا. نسيبهم بقى يتسبكوا مع بعض،
ولما يتسبكوا هنقوم نحط البامية عليهم والتوابل. انا طبعا غسله البامية، يعني انا صفيتها وغسلتها وحطها في الحوض في الصف. طبعا الطماطم بتحطيها على حسب الكمية بتاع البامية، عاملة كيلو، كيلو ونص، 2 كيلو، على حسب الكمية. فانا مش هكتر عشان مش عاوزة انقص منها، علشان عاوزة البصل والثوم بتاعها يكونوا كتار باينين فيه. بسم الله ما شاء الله. كده التقليه اتسبكت معانا زي ما انتم شايفين كده. تتسبك ازاي بقى؟ بتنشف وبتنطر الدهن بتاعها فوق. فانا هعمل ايه بقى؟ انا بحب انقص معلقتين تقليه علشان خاطر التقليه ما تجيش كتير والاكل يبقى لاسع منه وطعمه طماطم يعني زياده. فانا بعمل كده ماشي. ودي الباميه بتاعي بعد ما اتصفت خلاص هحطها هنا كده. بسم الله. ودي الميه. انا طبعا ما حطيتش توابل ولا حطيت اي حاجه. طبعا نعلي النار. ثواني يا ساره. نعلي النار علشان تاخد وتدي بقى مع بعضها كده وعشان ما تلزقش. استني يا سوسو. قرنين شطيطه بتوعي، قرنين شطيطه حمرا بنحطها. بسم الله. انا هحط عليها ايه بقى؟ مكعبين مرق الدجاج. ديت اللحمه بتاعتي. ماما تي أسر. تي أسر. التليفون يا ماما عليه سؤال. لسه يا ماما قمت انا نقلانها كروس. بس يا ماما عملتي ايه؟ كان على التليفون. كنت عارفه الصوره اللي احنا بنعلقها دي؟ اللي هو قلوب ضحكه. كانت على تليفون. كانت عند صورة تليفون بابا. قمت انا عاملاها في الورقة. قمت انا اسمها في الورقة. مش هنحط هنا معلقة كمون؟ طب انا جايلك اهو يا سارة. هنحط معلقة كمون وهنحط نطرة صغيرة فلفل اسمر لان احنا حاطين شطة، وطبعا مش هنحط شطة من الحمر من بتاعنا علشان الشطة تغنينا عن الحمرا اللي انا مقطعاها ديت، تغنينا عن الشطة التانية. هي عاوزة شوية ميه كمان عشان تغلب راحتها. متنسوش بس تعملوا اللايك والاشتراك وتصلوا على النبي. صلوا على النبي ولا لسه يا ولاد؟ بسم الله. صلوا على النبي في التعليقات. ما شاء الله. شايفين لونها عامل ازاي من قبل ما تغلي ومن قبل اي حاجه. انا طبعا ما حطيتش ملح. ليه بقى؟ لان انا حاطه مكعبين مرق الدجاج. لما تغلي طبعا مرقه الدجاج هتسيح في المرقه ديت، فهدوقها. ولما ادوقها لو لقيتها محتاجه ملح هحط، مش محتاجه خلاص احط على حسب احتياج الحاجه. يعني احط واحده واحده، ما احطهاش كلها مره واحده. انا كده بقى زي ما انتوا شايفين خلصت الباميه. يا دوبك بقى هتاخد كام غلوه كده وتتسبك مع بعضها، وهطفى عليها وبقيتها لتاني يوم. ديت بقى الباميه بتاع امي وامك وست وستك. ليه بقى؟ لان ايام زمان هما كان نظامهم في الباميه كده، ولا كانوا بيعملوا بلحمه، ولا كانوا بيحطوا الباميه طاجن في الفرن ولا اي حاجه، وكانوا بياكلوها قرديحي وبتتاكل من اول لقمه لحد اخر لقمه وبتبقى طعمها زي العسل. انا عاوزه اقول لكم ان النهارده انا كان يومي طاحن، والله العظيم انا كنت مضغوطه جدا. يعني قمت رحت شغلي، اللهم صل على النبي، وجيت من الشغل عملت الغدا، وبعد الغدا غسلت المواعين، وبعد ما غسلت المواعين قمعت باميه وقليت وطبخت تاني. وطبعا طبعا من ناحيه مع عيالي
وطبعا المواعين اللي كانت بتطلع مني دلوقتي بغسلها اول باول. بس الحمد لله على نعمة الصحة، ويا رب ديمها على نعمة يا رب، ونحمد ربنا برضو على كل حال الحمد لله. واللقمة البسيطة ديت والله يا جماعة ما فيش احسن منها. الدنيا يوم كده على يوم كده. فانا طبعا مش هستنى لحد اما البامية تتسبك، هي كده كده على النار بقى تاخد غلوتين 3 واطفي عليه علشان ما اطولش عليكم الفيديو. كل اللي انا عايزاه منكم لايك واشتراك ودعوة حلوة كده من قلبكم ليا، وتمنوا لي الخير هتلاقوا نفسكم الخير ان شاء الله. بسم الله. يعني شوف انا مبسوطة اللي الحاجة اللي تتوسخ اغسلها. استنوا ما اوريكم. اللي تتوسخ اغسل. يعني الحوض الحمد لله فاضي ومواعين مرصوصة والحمد لله. ادعوا لي كده دعوة حلوة من قلبكم لاختكم. عاوزة تقولي حاجة يا سارة؟ سارة دخلت لبست مخصوص علشان تتكلم معاكم. هتقولي ايه؟ ازيكم يا جماعة، حسوني جدا جدا، حسوني قوي. انا ما صدقت اللي انا شفتكم. هما اللي شافوك. انت شفتوهم فين؟ هما اللي شايفين. ما احنا اللي عاملين فيديو. هما اللي شايفين. ماشي. ماشي. قولوا معمونا لايك واشتراك، مش هنكبر الا بكم ومعاكم. بحبكم، عملنا لايك واشتراك مش وفعل الجرس، ومش هنكبر الا بكم ومعاكم. الا بكم ومعاكم. يلا باي.